بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنخزن معاكم الطريقه بتاعه الملوخيه من غير ما تجهدك او تتعبك او تزهقك، لان في ناس كتيره ما بترضاش تشتريها علشان خاطر بتزهقها في التخريط وفي التنشيف وفي الكلام ده، فبتستسهل وبتشتري المجمده. لا، احنا هنجيبها زي ما انت شايفه خضره بالشكل ده. وطبعا الملوخيه في السوق انواع، في ملوخيه بتبقى مزروعه في الذره، وفي ملوخيه بتبقى مزروعه في القطن اللي هي بتكون خشنه وورقتها عريضه وتقيله. تمام، هي ذات نفسها الارض اللي هي مزروعه فيها. تمام. انا قلت اعملها معاكم والحقوا ان انتوا تخزنوا قبل ما تخلص، لان هي هتختفي من السوق. ولما هتروح تشتريها، انا بسأل على الكيس، بصراحة لقيته ب23 جنيه. كيس صغير جدا، يعني 350 جرام. فما يعملش اي حاجة معاكي اصلا، يعني ما يعملش طبق صغير كمان. خلاص كده احنا خلصنا الكمية بتاعتنا، قطفناها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا لسه ما غسلتهاش، بس عايزة اقول حاجة. طبعا الكمية كانت اكتر من كده، ولكن علشان خاطر سبتها. انا الصراحة شارياها من الساعة 9 الصبح لحد دلوقتي يعتبر الساعة 10 بالليل. فسبتها الفترة دي كلها، فبدأت ان هي تدبل على خفيف. فانت لو هتفرزي حاجة بالشكل ده، اي نوع من الخضار هتفرزيه، يا ريت تكوني مفضية نفسك ليه، علشان خاطر تهتمي بالخضار اللي هتفرزيه، علشان ما يتبلش، علشان ما يحمطش، علشان ما يبصي، علشان اي حاجة ما تبوظش التفريزة بتاعتك. تمام. انا حبيت بس اقولك انك ما تطوليش على الحاجة، انا كنت مشغولة يعني كتير قوي. بصراحة لسه لحد دلوقتي هروح اغسلها وارجع لكم تاني. انا كده غسلتها ويعتبر بقالها يوم زي ما هي كده، ما حصلهاش حاجة. بدأت ان انا احط طبق تحتيها كده وفي قلب القروانة، وجبت مصفى واسعة وصفت المية اللي فيها، ويا دوبك هي مندية كده زي ما انتم شايفين. هي من امبارح لحد النهاردة يعتبر يوم كامل اهوت، وما حصلهاش اي حاجة. هبدأ ان انا بس افردها على حاجة زي كده، ملاية، علشان خاطر ايه، يعني تشرب كل المية اللي موجودة فيها وتبقى مندية على خفيف خالص. هنبدأ ان احنا ايه نشتغل فيها. خلاص انا كده فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على قد ما تقدري وسعي الفرشة كده علشان خاطر ايه، يعني تنشف معاكي. لو في حاجة مثلا شباك جنب شباك ولا حاجة، بس ما تطلعوهاش بره في البلكونة للأتربة والشمس والكلام ده. سيبيها كده تبقى مندية حاجات بسيطة، وهنرجع نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. كده خلاص الملوخية بتاعتنا نشفت وفيها حاجات بسيطة بس من المية كده. تمام. بعد كده هنحط على البوتاجاز حلة، وهنحط الحلة فيها مية. اول لما تغلي هنحط معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الملح، وبس كده. يعني هو ده اللي احنا هنعمله فيها. وهناخدها كده قد غلوة بسيطة، مش كتير على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان هي تغلي، هنبدأ نحط الايه السكر والملح بتاعنا. اول لما تغلي غلوة كويسة كده، هنبدأ ان احنا نحط الملوخية بتاعتنا. طبعا بكون مجهزة قبلها ازازتين مية كده ساقعين وحتة تلج كبيرة. تمام، علشان خاطر هنبرد بيها الملوخية بتاعتنا. لازم الخطوة دي علشان ما تتسلقش معانا الملوخية وتبدأ تخش في السوا. احنا نوقف عملية السوا بالتلج بتاعنا والمية دي. بس المية بتاعتنا غلي، وهنبدأ ان احنا ننزل الكمية المطلوبة. اهم حاجة وانتي بتغسليها ما تفعصيش الورقة، علشان خاطر الورقة ما تطلعش منك مكسرة. انا طلعت اول كمية ودي تاني كمية. هخلص الكمية بتاعتي بالشكل ده كله، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بنسيبها بس اول غلوة كده، وبعد كده بنخرجها على طول. خلاص خلصت الكمية كلها وعملتها زي ما انتم شايفين كده. ما تطوليش عليها. اول لما تلاقيها بس بتغلي معاكي اول غلوة، اللي بيها قلبة والتانية، وبعد كده بتخرجيها على التلج علشان توقفي عملية التسوية بتاعتها. طبعا الطريقة دي انا بحط الملح زي ما انتم شفتوا وشوية السكر بس. في ناس بتحط كربونات، وفي ناس بتحط مواد تانية. بصراحة انا برتاح
للطريقه دي، فقلت اشارككم بيها برضو. وبتفضل خضرة زي ما هي، ما بتسودش، لانك طبعا لما بتخرطيها اولا ايه سبب ان هي تسود؟ وانت بتغسليها اول حاجه، وانت بتغسليها طبعا بتفضلي تمرطي فيها كده. طبعا الطريقه دي بتخليها الورقه ذات نفسها تشقق اللون الاسود، وبعد كده بتبدا تسود معاكي في الوصفه ذات نفسها. لما تغسليها بشويش عليها وما تكسريهاش، وتنقعيها شويه، وبعد كده تغيري ميتها بتاع 4 مرات ولا حاجه، وبعد كده بتبقى زي الفل، ما فيهاش اي حاجه ولا رمل ولا اي حاجه. تمام. وكمان لما السبب التاني لما برضو بتسود منك، بتكوني انتي سبتيها تنشف زيادة عن اللزوم، فبدأت ان اللون بتاعها يغير. انت لازم تخليها مندية علشان نقدر ايه نعمل الخطوة اللي بعد كده، اللي هو احنا نديها ربع سلقة بسيطة كده. فانت ما تنشفيهاش قوي علشان ما تسودش معاكي. ده كان تاني سبب. تالت سبب، لما بتيجي تخرطيها بالمخرطة، المخرطة حلوة مفيش كلام، بس لما تكوني هتطبخي دلوقتي، ان انت خرطيها وراح تطبخي دلوقتي، لما بتخرطيها وبتسيبيها على وضعها كده وتحطيها في التلاجة وتقعد معاكي سنة في قلب الفريزر، بتبدأ تسود، وبتبدأ تغير طعمها، وبتبقى حاسة وانت بتعمليها طعمها مفنيخ، للي يعرف الكلمة دي يعني. فيها ريحة، فيها ريحة وانت بتعمليها، مهما بقى تظبطي شوربتك تظبطي اي حاجة، هي فيها ريحة وانت بتاكليها، مش زي وانت بتعمليها خضر. ده بيكون سبب المخرطة. وتاني حاجة، في ناس بتخزنها بشوربة، ما ينفعش، لانك هتقعدي سنة كاملة حاطة شوربة فراخ محطوطة جنبها، يعني ملفوفة بيها، انت بتلفيها طبعا كده. وفي ناس كمان بتلفها بمية بس، او مية سخنة بشوية سكر، برضو لا، الطريقة دي برضو بتسود. الطريقة دي كويسة جدا. تمام. وبتخلي لك الملوخيه كويسه معاكي، وبتفضل خضره. هوريكم كيس كده في اخر الحلقه تشوفوا الشكل بتاعها. وطبعا هنعمل منها شويه برضو. احنا بنضربها بالكبه. الكبه افضل طريقه، لكن الخلاط بيطلعها محتحته شويه، محتحتها كتير، فلما بتيجي تطبخيها بتلاقيها فاصله عن الشوربه، دي في ناحيه ودي في ناحيه، فلازم تكون متخرطه زي تخريطه الملوخيه اللي احنا بنعملها، اللي احنا عارفينها دي. تمام. فبنضربها كده بضربه معينه في قلب الكبه، وبتطلع لنا شكل تخريطه الملوخيه. الطريقه دي سهله جدا، ولو جبت منها كميات كتير وعملتيها بالوصفه اللي انا بقولك عليها دي، مش هتاخد معاكي اي وقت. بالعكس، في ناس بتبقى جايباها وتخرطها، وعبال ما تخرطها بتتعب جدا، وبتبقى مكسله تفرزها وما بتحبش تفرزها، فبتشتري ايه من بره. لا، الطريقه دي حلوه وان شاء الله هتعجبك. هنسيبها كده في المصفى، حاجه واسعه قوي كده، بحيث ان هي تنزل كل الميه اللي فيها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. انا ضربتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل واحد وراحته بقى، يعني عايزه تنعميها، عايزه تخليها خشنه شويه، براحتك، بس احنا بنحبها الشكل ده، يعتبر متخرطه هي كانك مخرطاها بالظبط، يعني ما تفرقش خالص. عايزه تنعمي كمان شويه ما فيش مشكله، عايزه تخليها خشنه اقل من كده ما فيش مشكله، اللي يعجبك اعمليه، اتحكمي في الحاجه اللي انت عايزاها. اهو. طبعا انا هاخد دلوقتي ال الشفشق ده، وهنعمل بيه طبق كده نشوف شكل الملوخيه بتاعتنا والتقطيعه بتاعتها، هل شكل المخرطه ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الخضار بتاعها رهيب رهيب، يعني لو انت مخزنه ما بتلاقيهاش بالشكل ده. خلاص عملتها، واهي شكل ما تكوني مخرطاها بالظبط، لا هي ناعمه ولا هي خشنه قوي. عايزه تحطي ازيد من كده حطي، بس احنا بنحبها خفيفه شويه. تمام. لسه هتغلي طبعا وهتربي شويه مع نفسها. تمام. بس انا بوريكي بس التخريطه بتاعتها كانك مخرطاها بالظبط، مفيش اي فرق. عايزه تزودي كمان شويه زودي، دي براحتك، عايزه تخليها بالشكل اللي انا عاملاه ده مفيش مشكله. تمام. وشايفين طبعا اللون عامل ازاي. هنخلص الكميه وارجع لكم تاني. شايفين عظمه اقسم بالله، طعم وريحه ملهاش حل. اللي عايز الوصفه دي هتلاقيها موجوده عندي في القناه، لو حابه ان انت تشوفي طريقه الملوخيه، هي اول غلوه وبعد كده خلاص بنطفي عليه. تمام.
هنشوف بقى الوصفة بتاعتنا الأصلية هنعمل فيها ايه. وبكده خلصنا الوصفة بتاعتنا، كانت سهلة وسريعة وبسيطة زي ما انت شفتي. لو مشيتي على التكات اللي انا قلتلك عليها مش هتسود منك، وفي نفس الوقت لما تضربيها خلي الضربة بتاعتها معقولة، لا هي تخينة قوي اللي هي الورقة تكون عريضة قوي ولا تكون ناعمة قوي، لان برضو لما بتكون ناعمة بتروح معالم الملوخية. فاحنا عايزينها التقطيعة بتاعتها زي المخرطة بالظبط. علشان كمان بيبقى سبب من اسباب ان الملوخيه بتبقى فاصله عن الشوربه، ان الملوخيه بتاعتنا متقطعه او متخرطه كبيره شويه، فتلاقيها فصلت عن الشوربه، ده فصل وده فصل حتى لو مش مغطياها. ان برضو من اسباب انها تسقط منك لما بتغطيها، وبتسود منك لما بتغطيها. تمام. كده قلنا لك التكات اللي بتخليها ما تسودش معاكي. لو مشيتي على الوصفه ان شاء الله هتعجبك، وحاولي اليومين دول تخلصيها، لان هي خلاص بتمشي من السوق. وتبداي اول لما تحبي تفرزيها، المفروض ان انت تفرزيها لما يكون سعرها نازل، تبداي ان انت تفرزي كميه معقوله على قدك. هتفاجئي وهي ماشيه الملوخيه او وهي مش هتبقى موجوده، ان انت فرزتي كميه محترمه موجوده عندك من غير تعب ولا مجهود. وفي نفس الوقت وصفتنا كانت سهله، والملح السكر بيحافظ لنا عليها من غير شوربه بقى، من غير كربونات ومن غير بيكنج باودر. الحاجات دي الوصفه دي ان شاء الله هتعجبك. انا قدمت لك الوصفه باسهل طريقه. اتمنى منك لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. مع السلامه.